السلام عليكم يا عشاق الحكايات. فين كل كلمة عندها معنى، وكل حكاية وراها سر مخبي. قربوا شوية وخليوا قلوبكم تسمع قبل من عقولكم، حيت القلوب هي اللي غادي تحس بهاد الحكاية. ويلا نسمعوا حكاية هاد الليلة. في واحد الزمان بعيد، في واحد الدوار مخبي بين حضان جبال الأطلس، فين الضباب كيلصق مع الأرض والريح كتصفر بمسام الحجر. كان واحد القايد سميتو القايد الزوين. هذا الرجل الله يرحم اللي فات كان صاحب نفوذ كبيرة، الخيل تحت أمره والأرض من أملاكه، وحتى المخزن كان كيعتمد عليه في جمع الضرائب وتأمين الطرق. الناس كانت كتقول باللي خطب بنات الأعيان من القبائل الأخرى، ولكن كان كيردهم خايبين. كان كيقول لهم جملة واحدة كتخلع: نتوما كتبيعوا البنات بحال البضايع، وانا ما كنشري السلعة. انا اللي غادي تكون مراتي خاصها تكون شريكة في الحكمة، ماشي زينة في القصر. بسبب هاد العناد كبر القايد حتى ولا شعر راسو شايب، والناس بدات كتقول باللي مسحور او باللي قلبه مات من زمان. وفي نفس الوقت في واحد الكوخ صغير في راس الجبل كانت عايشة زينب بنت حمد الفلاح. ما كانش عندها الخيل وما كانش عندها الحرير، كانت كتلبس لباس عادي وبسيط، ورجليها معتادين على برودة الثلج. ولكن زينب كانت عندها شي حاجة نادرة، كانت طبيبة الجبل، كتعرف أسرار الأعشاب وكتعرف فين ينبت الزانوب اللي كيداوي السموم، وصوتها فاش كتقرا الوردة كتطمئن القلوب. كانت فقيرة ولكن كرامتها كانت على من راس الجبل. واحد النهار قرر قائد زوين ينظم رحلة صيد كبيرة في أعلى ديال الجبل باش يوري القبيلة باللي هو اللي كيملك المكان. جمع رجالو وركبوا خيولهم وطلعوا الفوق، ولكن الجبل ما كيبغيش الغرور. وفي واحد اللحظة السما تقلبات، الريح بدات كتعوي والثلج هبط بزاف حتى ولات الطريق ما كتبانش. الضباب كحل هبط على القايد ورجالو، الخيول ولات جامحة والرجال تاهوا بين الصخور، والقايد الزوين اللي كان دايما متكبر دابا ولا وحده بعيد على رجالو، وتجرح في رجليه من الحجر اللي طاح عليه. البرد بدا كياكل فيه والجرح كيوجع، والقايد حس بالموت قريبة. مشى كيتعكز على حجيرة حتى شاف ضو بعيد، مشى عنده لقاه كوخ صغير ديال زينب ووالديها. دخل القايد وهو يتلوى من الوجع. زينب شافته ما سولاتوش كنت ولا طلبت منه الفلوس، بالزربة حطاتو قريب من العافية وغسلات ليه الجرح بالماء الدافي والأعشاب اللي كانت كتوجدها. والقايد وهو شوية واعي قال لها: إلا شافيتيني وخليتيني نعيش غادي نعطيك الذهب اللي عمر هاد الكوخ. زينب ابتسمت بردة فعل باردة وعزات راسها على القايد وقالت ليه جملة خلاتو يفيق من غفلته: يا سيد القايد، الذهب ما كيداويش الجروح، والوقت اللي ضاع ما كيرجعش بالفلوس. انا غادي نداويك حيت الله امرنا بالضيف، ماشي حيت انت قايد. جلسات زينب الليلة كلها سهرانة حدا القايد، مكابلة وكتوكلو وكتقرا عليه. ومن بعد دازو 2 ليلات والقايد ما بين نعاس وفياق. وفي واحد الصباح القايد ولات فيه الحياة، حل عينيه وبقى كيشوف زينب وهو يقول سبحان اللي خلقها. من بعد ما برا القايد قرر يودع زينب ويرجع لقصر، ولكن ما رجعش هو نفسه، بدا كيفكر فيها ويفكر في حكمتها وفي العزة اللي شافها في عيونها. قرر باللي غادي يتزوجها، ولكن الغرور اللي فيه ما ماتش. قال في باله:
أنا إلا خطبتها مباشرة الناس غادي يقولوا بلي القايد ضعف وبغى بنت فلاح، خاصني ندير ليها اختبار باش تثبت قدام الناس بلي هي اللي تستاهلني. ولا وصلتوا لهنا اكيد القصه عجبتكم، ما تنساوش دعموني باللايك والاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساوش تكتبوا لي شي تعليق زوين من عندكم. ودابا نكملوا الحكايه. من بعد اعلن القايد في السوق الاسبوعي باللي غادي يتزوج بنت اللي غادي تجيب ليه اغلى حاجه في الجبل، ولكن ممنوع يكون فيها الذهب او الفضه. بنات الاعيان بداو كيوجدوا، وحده جابت ريشه طائر نادر، ووحده جابت حجر كريم لقاتو في الواد، ووحده جابت عسل بري من على الجبل. وصلت الأخبار لزينب وبغات تدخل لهاد الاختبار. ساعة الناس ضحكوا عليها وقالوا شنو غادي تجيب هاد المسكينة، شكون غادي يبيعها شي حاجة. زينب مشات للجبل وما رجعتش بيديها خاوية، ولكن ما جابش حاجة مادية، جابت معاها كاس ديال الماء من العين اللي كان داوات بها القايد، وجابت معاها شهادة من شيوخ القبيلة اللي كان داوات ليهم والديهم من قبل. جات زينب لابسة أحسن ما عندها، وقفات قدام القايد وقدام الناس كلهم، والقايد كان كيتمنى أنها ما تفشلش في هذا الاختبار. قال ليها بصوت عالي واش هاد الماء هو أغلى حاجة عندك؟ ردات زينب بصوت واضح كيوصل لكل الحضور. يا سيد القايد، البنات اللي جابوا الحجارة والريش جابوا أشياء كتلمع ولكن ما كتعيش. أنا جبت لك الماء حيت بلا ما كايناش الحياة، وجبت لك شهادة الشيوخ لأن بلا ثقة الناس ما كاينش القايد. وأغلى حاجة في الجبل سيد القايد ماشي هي اللي كتلمع، ولكن هي اللي كتخلي الناس تعيش وتنفس. الناس سكتوا والصمت طغى على السوق، والكلام هذا كان فيه حق كبير، ولكن القصة ما سالاتش هنا. كانت واحد البنت تاجر غني، منين شافت زينب وجمالها وهي حاقدة عليها. سميتها كنزة وقفات وقالت بصوت عالي واش كتخيلوا باللي هاد البنت داوات القايد؟ انا سمعت باللي هي اللي سحراتو باش يمرض ويحتاج ليها. هضر على السحر في مجتمعنا القديم كانت صعيبة شوية، الناس بدات كتهمس والقايد تلف والوضع ولا خطير. القايد شاف زينب وشاف الناس اللي بدات كتشك فيها. هنا زينب ما دافعتش على راسها بالبكا، وقفات وقالت الحق ما كيحتاج يدافع عليه، الحق يدافع على راسو. يا سيد القايد، الا كنت ساحرة راه الجرح ديالك كان يتعفن، ولكن هو برا، الله هو الشافي، انا غير وسيلة. وهي الدور عند الناس وقالت اللي عنده شك نعطي ليه العشب اللي داويت به القايد ويحطو على شي جرح حيوان وغادي يشوف الشفاء بعينيه. القايد الزوين حس بالعار من الشك اللي طرا في حبيبته، وقف وقفة رجولية وقال جملة تاريخية: اللي يشك في زينب كيشك فيا أنا، حيت زينب هي اللي علمتني باللي القايد الحقيقي هو اللي كيحمي الضعيف ماشي اللي كيظلمو. ومن اليوم زينب ماشي غير مرأة عادية، زينب غادية تكون مراتي وهي مستشارتي في كل كبيرة وصغيرة. بهاد الهضرة سكت كل شي، وكنزة خبات وجهها من الحشمة وهربات من السوق. تزوج القايد الزوين من زينب، وما كانش زواج أسطوري، كان زواج بسيط، ما داروش وليمة فاخرة، ولكن طعموا الفقراء وسقاو الظمأ ديالهم. نهار تزوج القايد الزوين والقبيلة ولات أحسن حال. زينب كانت كتشير على القايد بالعدل، والقايد كان كيطبق. الناس ولات كتقول القايد زوين كان قوي بالسلطة ديالته، ولكن ولا أقوى بالحكمة ديال مرتو. وهكا كانت دائما الزوجة المغربية سند للزوج ديالها، ماشي مجرد زينة. وهنا
كتكمل حكايتنا. وإلا عجبتكم ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل اساطير وحكايات التراث المغربي اللي ما سمعتوهاش من قبل. وتحت ظل الاطلس في انتظار حكاية جديدة. السلام عليكم.